السلام عليكم احبائي، مرحبا بكم معايا في قناه وصفات تينا. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم طريقه تحضير السفوف اولا السلو بكميه اللي هي قليله. غنحتاج في المكونات 3 معالق ديال حبه حلاوه، 3 المعالق ديال النافع، 200 غرام ديال زريعه الكتان، 200 غرام ديال الإلان، 300 غرام ديال السكر الثقيل، كيلو ديال الكاوكاو محمر ومطحون، نصف كيلو ديال اللوز محمر ومطحون، كيلونص ديال الزنجلان محمر نقصت منه كاس وعاد طحنته، كيلونص ديال الدقيق محمر ومغربل. غنحتاجو كذلك 2 معالق ديال القرفه ونص حبه من الكوزه، 300 غرام ديال الزبده حيوانيه وكاس ديال الزيت المائده. اما بالنسبه للتزيين فغنحتاجو 150 غرام ديال اللوز مقلي. في طنجره كبيره غادي نوضع فيها جميع المكونات اللي ذكرت لكم من قبل باش نخلطهم باريحيه. كنخلط هاد المكونات حتى كيندمجوا مع بعض، ما كيبقاش يبان لي حتى مكون. وفي هاد الاثناء راني درت الزبده كذوب، غادي نخليها حتى يتبخر داك الحليب اللي كيكون فيها وتولي على شكل نوازيط. صافي غنضيف ليها كاس ديال زيت المائده وهي باش غادي نخلط هاد الصفوف كامل. وفي هذه المرحله احبائي من بعد اضافه الزبده ضروري ما انكم تضيفوها بدفعات، يعني كبوا النصف الاول ومعكوه مزيان، يعني الا عندكم شي صحه غير ديروها مع هاد الصفوف حيت خاصو ضروري يتعرك باش كيكون ناجح 100%. واحد الاضافه بسيطه نسيت ما ذكرتهاش مع المكونات في اول الفيديو، اللي هي 100 غرام ديال الشوكولاته بودره حلوه، ماشي بالضروره هاد النوع اللي انا استعملت، المهم انها تكون حلوه، كتضيف مذاق زوين للصفوف وكذلك تتبرز اللون ديالو. غنبقى مستمره بهذه الطريقه حتى يتمعك مزيان المكونات ونحصل على القوام اللي بغيت. بالنسبه للقوام اللي انا بغيت ما بغيتوش يكون ميدم بزاف وما بغيتوش يكون ناشف، المهم هذا القوام هذا كان احسن بالنسبه ليا. صافي غنكتفي بهذا القدر ديال الزبده والزيت. واحد النقطة بغيت نشير ليها في هذه الوصفة، ضروري ما انكم تحمروا المكونات على نار مهيلة، كل ما كانت نار مهيلة كل ما دخلهم طياب لداخل. بالنسبة للكاوكاو واللوز والزنجلان ضروري ما خصهم يتحمروا حتى من الداخل. ملي تحمر اللوز كيخصكم تقسموه على جوج، الا شفتوها محمرة من الداخل ما بقاتش بيضة صافي راه تحمرات. كذلك بالنسبة للكاوكاو، الزنجلان ملي كتحمروه كتقيسوا هكا ما بين صباعكم كيخرج داك الزيت صافي راه تحمر. اما بالنسبه لحبه حلاوه والنافع وإلا وزريعه الكتان ممكن تدخلوهم الفران سخون، يعني بلا ما انكم تشعلوا عليهم البوطه، ممكن تدخلوهم غير الفران سخون حتى يبرد فيهم وتخرجوهم طحنوهم. وضروري ما يتغربلوا هاد المكونات في الغربال الرقيق، هما والدقيق والقرفه. هاد التوضيحات احبائي غير باش يجيكم صفوف زوين ولذيذ، وكذلك باش تقدروا تحتفظوا به لمده طويله، حيت كاين الناس اللي كيبغيو ماشي غير في رمضان، كيبغيه في شوال اولا كيبغي بعض المرات يوجدوا على تيساع في شي مناسبه الا كانت. المكون الاخير اللي احتفظت به للتزيين اللي هو اللوز مقلي. وليت هرمشتو صراحه، كنت باغا نحتفظ به هكاك باين في الصفوف، لكن من الافضل بان لي انه ضروري ما انني نهرمشو، والسبب الوحيد اللي خلاني نغير رايي هما وليداتي. المهم راه الخبر في راسكم، نهار غادي نجي نحل السطل ما غلقاش اللوز، غلقاش صبي عدزو من هنا، هذا ما كان. وكانت هذه وصفة اليوم اللي نتمنى تنال اعجابكم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساونيش بواحد اللايك وتعليق حول الفيديو. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. الى فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.